السلام عليكم خوتي التريدرز، مرحبا بكم في قناة سول تريد. واليوم عندنا درس جديد. قبل ما نبدا الدرس عندي لكم واحد الهديه. درت لكم مجتمع مجاني في التليجرام فيه الناس بحالك كيتعلموا خطوه بخطوه، واللي عنده مثلا شي سؤال بغى يسولني يدخل للمجتمع ويسولني وغادي نجاوبو ان شاء الله. الرابط راه غادي تلقاه في الوصف ديال هذا الفيديو ان شاء الله. دابا غادي نجيو للسؤال الحقيقي: واش عييتي من السكالبينغ؟ كل نهار ستريس، كل نهار كتشوف الشارت ما كايناش الراحه؟ اليوم غادي نوريك طريقه اخرى اللي هي سوينغ تريدينغ. كيف شفتوا معنا في الدروس اللي فاتوا اشنو كنت شرحت لكم بوزيشن تريدينغ. دابا عندنا سوينغ تريدينغ. في هذا الدرس ديال السوينغ اشنو غادي يكون فيه؟ غادي نشرح لكم الكونسيبت ديالو، وان شاء الله غيكون بارت الثانيه غتكون استراتيجيه كامله من ا حتى لزد. سوينغ تريدينغ هو واحد الاسلوب محترف كيعطيك راحه وانضباط ونتائج مستقره ان شاء الله. كمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم المفهوم ديال سوينغ تريدينغ. من بعد تمشي للفيديو الثاني اللي غيكون فيه استراتيجي خاصه بالسوينغ تريدينغ من ا حتى لزد. خليكم مع الشرح ديال سوينغ تريدينغ. تلاقاو من وراء الانترو. اشنو هو سوينغ تريدينغ؟ سوينغ تريدينغ هو واحد الستيل اللي كتخدم فيه الصفقات اللي يقدروا يضربوا بين يومين حتى الاسبوع كحد اقصى. يعني ماشي بوزيشن تريدينغ وماشي سكالب، هو جاي في الوسط باش تفهمني مزيان. ما كتدخلش بزاف ديال الصفقات، كتختار وحده ولا جوج في السيمانه من مناطق محسوبه في هاي تايم فريم، والدخله خصها تكون ذكيه. مثلا في فريم ديال الساعه. كيف تشوف معايا هنا في الشارت غندير واحد المثال باش تفهموني مزيان. انا مثلا كاين في الدايلي بغيت نقلب مثلا على اوردر بلوك ولا ريجكشن بلوك. مثلا في هاد البلاصه شنو بان لينا؟ كاين واحد اوردر بلوك هاد البلاصه اللي هو هذا. الا شفتوا معايا هنا هرس ستراكشر في هاد البلاصه وكمل الهبوط ديالو. بلاتي نكبر هادشي باش يبان لكم مزيان على هاد الطريقه. وها هو كيف تشوفوا غنديروا بحال هكا. اوكي، وهنا الاوردر بلوك ديالنا هو هذا. غندير ليه على الطريقه كيف تشوفونا في الفايلي. راه وصل للمنطقه، ما بغيتش ندير ريبلاي، بغيت نخليه باش تشوفوا داك الشيء مباشره بلا ما ندير الريبلاي لا والو. هنا غنبدلوا اللون ديال هذا المربع، مثلا غنديروا مثلا بالصفر باش يبان شنو مختلف، وغنسميوه اوردر بلوك ديال فايلي، وغنديروا هذا باللون ابيض مثلا باش يبان مزيان. وهذا هو الاوردر بلوك ديالنا ديال الدايلي. غنهبطوا الساعه باش نشوف الحركه اللي دار في هذه المنطقه. كيف تشوفوا هذا هو الاوردر بلوك ديالنا في الدايلي، هو هذا. وحنا كاينين دابا في الفريم ديال الساعه. الدخله ديالي فين غتكون في هذا التايم فريم بالضبط، وغتقول لي الدخله منين خاصها تكون. مثلا الى كسر ستراكشر نقدر ندخل، ولا بلي شي فريو فاليكاب في شي منطقه بحال هكا، ممكن نقلب على الدخله ديالي. هنا كيبان ليا واش هرس ستراكشر ما هرسوش. هرسو في هاد البلاصه هنا، راه هرس ستراكشر. الدخله ديالك عندك جوج حلول اللي تقدر دير: اما دخل ملي يهرس ستراكشر او دخل في هاد البلاصه بالضبط كيف يهرس ستراكشر كيف الدخل. وستوب لوس غنقلبوا على مثلا فوق هاد الويك. وحنا واش كنقلبوا على سوينغ التريد ديالنا. راه سوينغ راه غادي يضرب مده يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام ولا حتى سيمانه ممكن يضربها. ستوب لوس غنديروا مثلا في هاد المنطقه مثلا شويه كبير، مثلا 40 بيب 45 بيب. وتيك بروفيت غتقول لي فين هو تيك بروفيت ديالك، فين تقدر تحطو. تيك بروفيت عندنا هنا القاع اللي كيبان لي مزيان هو هذا هو القاع الاولاني نقدر ناخذ منه الارباح ديالي. وهذا حتى هو القاع اللي ممكن حتى هو ديرو كديب الثانيه ديالك مثلا الا كنتي مازال بغيتي تطول التريد ديالك. وهذا حتى هو قاع اللي سوا نقدروا نخدموه باش ناخذوا الارباح ديالنا. هنا عندك واحد القاع هاد البلاصه الا كنتي بغيتي تخلي التريد ديالك شويه اكثر، ونشوف شنو غادي يدير، واش غادي يوصل ليهم ولا ما غاديش يوصل ليهم. نكبروا هادشي على هاد الطريقه وغنديروا مثلا التريد ديالنا في هاد البلاصه. تيك بروفيت الاولاني ديالنا حنا شحال جبنا؟ 1.6 مثلا. الا زدتي كبرتي على الطريقه راك جبتي مثلا 2 وإلا زدتي كاع كبرتي هنا مثلا نشوف واش غادي يوصل ولا غيضرب ستوب لوس. هنا الا شفنا ما بقاش ستوب لوس وبقى هابط، واش جا لينا تيك بروفيت ولا ما جابوش؟ هنا جاب تيك بروفيت. وإلا هبطيه كاع لهاد البلاصه مثلا شوف واش غادي يجيب ولا ما يجيبش. هنا شنو دار؟ جاب. ولكن حنا الهدف ديالنا هو نشوفوا التريد خصو يتسد على يومين 3 ايام 4 ايام ولا مثلا سيمانه. انت مثلا درتي التريد ديالك هنا مثلا كندوي على 11 مارس 11 شهر 3 درتي التريد ديالك. هنا الا حطيتي حتى لهاد البلاصه كندوي على مثلا فوق 10 ايام
انت الهدف ديالك هو تسدو مثلا في 7 ايام 6 ايام، هي الهدف ديالي غادي يكون مثلا هنا مثلا الا قلبتي باش تسد التريد ديالك في يومين ولا 3 ايام راه كندوي على تقريبا راك جبتي 1.9 ار جبتيها في هذه البلاصه، جبتيها في مده يومين بحال هكاك. الا زدتي بغيتي تكبر وتحطو في هذه البلاصه، التريد ديالك حطيتيه نهار 11 وسديتيه نهار 20 بلا ما نحسبوا السبت والحد، راه كندوي على مثلا واحد 8 ايام ولا 7 ايام، وجبتي فيه مثلا واحد 2 ار اللي جبتي في هذه البلاصه. والدخله ديالك باش تكونفيرميها مزيان هنا كيف قلنا الريستراكشر عاد باش دخلتي. ولا مثلا تقدر تقول لي كاين شي فاريو فاليكاب، نشوف واش كاين شي فاريو فاليكاب عمرو. هنا عندك واحد فاريو فاليكاب صغير اجدر الثمن عمرو كامل وعاود هبط، ممكن تاخذ الدخله ديالك مثلا في هذه البلاصه، وستوب لوس ديالك غيكون شويه صغير مع غديرو هنا، وهنا غتقلب على الدخله ديالك. الا شفنا هنا راه جبتي 2 ار جبتيها في هذه البلاصه وجبتيها مثلا في مده يومين ولا 3 ايام، غتقول لي واش كاينه شي دخله اخرى؟ كاينين دخلات هنا في هذه البلاصه. شنو دار الراس عاوتاني ستراكشر؟ الا كان فاتك مثلا الثمن غتحط على هذه الطريقه وغدير التريد ديالك مثلا في هذه البلاصه. الهدف ديال سوين تريدينغ ماشي السرعه، الهدف هو تدخل بالثقه وتخلي السوق يخدم بلا توتر. دابا ان شاء الله غنشوفوا شنو هو الهدف ديال سوينغ تريدر. سوينغ تريدر كيبغي يصيد حركه كبيره مثلا من 100 بيب حتى 300 بيب، ما كيقلبش على 10 بيب ولا 15 نقطه مثلا، كيمشي يقلب على حركه اللي كتكون كبيره في السوق، وكيخدم بعقليه سمارت موني. كيقلب على مناطق بحال اوردر بلوك، فيريو فاليكاب، بريكر، ميتيغيشن بلوك، كويليتي جراف، ريجكشن بلوك ولا الهاي ولو. هادو كاملين كيقلب عليهم كيحطهم في فريم اللي كبير، مثلا كيمشي للدايلي ولا 4 ساعات كيقلب على هاد المناطق عاد باش كيهبط للساعه باش يدير الدخله ديالو بكونفيرماسيون، وديك الساعه كيدخل. هنا كيف تشوفوا هي غندير واحد المثال على الجولد، عرفتكم كيعجبكم الجولد غندير لكم واحد المثال باش تشوفوا الموفمنت اللي نقدروا ناخذوا مثلا في الجولد مده يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام. هنا كيف تشوفوا انا كاين في الفريم ديال 4 ساعات كنقلب على شي منطقه اللي مهمه في هذا البلايص. مثلا الا شفنا هنا كاين عندنا واحد الريجكشن بلوك في هذه البلاصه، هذا شنو هو الريجكشن بلوك؟ غتقول لي علاش؟ ما راه فايت شرحه في القناه ولكن دابا غنشرحه لك بالسربه. باش تعرف الريجكشن بلوك مزيان كيكون واحد التراكم ديال الشمعات 2 3 ولا 4 مثلا. ملي كتشوفوا هنا كاينين معايا 2 كاينه هاد الشمعه اللي خلاتنا هاد الويك اللي كبير، ومن وراها تبعاتها هذه الا كبرنا مزيان راه هي عندها ويك ديالها ما كيبانش مزيان. وهذا هو الريجكشن بلوك ديالي فاش في 4 ساعات غنديرو على هاد الطريقه وغنهبط للساعه باش نقلب على مناطق ديالي ديال الدخول. الدخله خاصها تكون ديما كونفيرماسيون عاد باش ندخلوا. كاين اللي غيجي وغيشوف هاد الشمعه حمراء باريش ومن وراها جات هاد الشمعه ويقلب على الباي. انا لا، انا نقلب على الكونفيرماسيون عاد باش غادي ندخل. هنا كيف تتشوف ما كاين عندي حتى شي كونفيرماسيون، حتى انا بصح قاس المنطقه ديالي ديال الدخول وغادي طالع. الهدف ديالي هو نقلب على الكونفيرماسيون عاد باش ندخل. الكونفيرماسيون اللي عندي هنا اشنو دار؟ كسر ستراكشر في هذه البلاصه، والدخله ديالك ممكن ديرها في هذه البلاصه. مثلا نديرو لونغ، اما تقلب على الدخله ديالك هنا من ورا ما تسالي هاد الشمعه بوليش غتحط الباي ديالك في هاد البلاصه، ولا مثلا تقول لي لا حتى تسالي هاد 2 شمعات عاد باش تحط على هاد الطريقه. انا غنحطو هنا بالضبط كيف سالت هاد الشمعه غنحط الباي ديالي. ستوب لوس فين غنحطوه؟ ستوب لوس غنحطوه تحت هاد الويك على هاد الطريقه. الا شفتوا في الجولد ستوب لوس راه 200 بيب، ولكن انا كنقلب تريد ديال سوينغ ما كنقلبوش على السكالب. هنا غتقول لي فين غنحط تيك بروفيت ديالي؟ هنا عندي واحد القمه اللي هي هذه نقدر ناخذ منها ارباح ديالي، هنا كاين واحد القمه حتى هي ولكن قريبه بزاف ما غناخذها صافي خديت هذه وغنقلب على مثلا 3 ار ولا 4 ار. هنا شحال جاب لينا؟ هنا جاب 2 ار فاصله 8. الا شفتوا ضرب تيك بروفيت انت درنا التريد درنا نهار الجمعه مع 10 ديال الصباح في سيسيون ديال لندن، وسدينا نهار الاثنين في البدايه ديال اسيا. ولكن الهدف ديالي هو نخلي التريد ديالي شويه اكثر، نقلب مثلا على 3 ار ولا 4 ار. بحال مثلا شوف هنا شحال غيجيب ليا مثلا الا حطيته في هذه البلاصه جاب ليا واحد 5 ار وجاب لنا 1200 بيب يقدر يجيب لينا. الا شفنا الموفمنت مثلا دخلت هنا في هذه البلاصه وشتي شحال جاب ليك، ها هي راه جاب 1220 بيب.
هذاك الشيء علاش ستوب لوس كبير. هنا غتقول لي مثلا الا فاتك الدخله، هاد الدخله مثلا نقولوا فاتك مثلا اليرت ما سمعتيهاش ولا التليفون ما كنتيش حاطو حداك، غتقول لي واش كاينه شي منطقه اخرى ديال الدخول. هنا عندك المنطقه الثانيه ديالك ديال الدخول في هذه البلاصه. اشنو دار؟ الثمن هرس ستراكشر وغدير مثلا الدخله ديالك في هذه البلاصه. وشنو نديرو؟ نقلبوا على مثلا 3 ار بحال هكاك. هنا عندك الدخله ديالك الثانيه. حالات ما دخلتيش هاد الدخله راه عندك هاد الدخله ديالك خاصها تكون في مناطق اللي فيها منع، ماشي غير تشوف الشمعه ودير باي ولا سيل. كيف تشوفوا هنا كيدير غير مثلا هاد الشمعه خضراء بحال هكا ويقول صافي السوق راه غادي يبوليج ويدخل في هاد البلاصه. اوكي هنا خدمات معاك مزيان ودرتي الباي ديالك وجبتي البروفيت ديالك، ولكن كاينين يامات اللي ما غاديش يخدم معاك هاد الكونسيبت. ديما نقلبوا على الكونفيرماسيون ديالنا عاد باش ندخلوا. مثلا كونفيرماسيون واحده اخرى اللي ساهله وتقدر تاخذ هي او تي اي. غديروا من هنا مثلا لهنا الثمن ملي وصل لهذه المنطقه. هذا الكونسيبت راه دات عليه فيديو، دخلوا للمستوى الاول راه غادي تلقاوه. هنا كيف شفتوا الثمن اشنو دار؟ وصل ل 618 705 النيفو ديالنا اللي ماركينا في هذه البلاصه، وتقدر تدخل الباي ديالك في هذه البلاصه. وغتقول لي ستوب لوس فين تحطو؟ ستوب لوس غيكون هنا بالضبط تحت هذا الويك اللي هي هذه، ولا تحت هذا الويك بحال وغنقلبوا على 3 ار ولا 4 ار. هذا هو الهدف ديالنا. في كيعطي سوينغ احسن نتائج. هذا النوع من التريدينغ كيعطي نتائج قويه بزاف، مثلا في اليورو يو اس تي، ولا مثلا الجولد والناسداك، وعندنا حتى اس ام بي 500 هو كيعطي فيه نتائج اللي مزيانه بزاف. انا كنقول لك هادو اللي درت عليهم الباك تيست، ولكن سوينغ تريدينغ راه خدام اي زوج غدير عليه الباك تيست باش تكون عندك واحد الداتا، وتماك غادي تعرف الزوج اللي خدام لك انت مزيان. واش خدام لك مثلا الناسداك، ولا مثلا خدام لك الجولد، ولا يورو اس تي، ولا جي بي بي. هادشي كامل فين غتعرفوا بالباك تيست. هذاك الشيء علاش كننصحكم دير الباك تيست مثلا على الجولد، دير الباك تيست على مثلا يورو اس تي باش تشوف واش هذا الكونسيبت خدام مزيان هذاك الزوج اللي انت كتخدم به ولا لا. باش تفهم السوق مزيان خاصك تعرف المراحل ديال السوق. عندنا كونسوليديشن، اكسبانشن وريفرسال. ملي كيف تشوف هذه المنطقه انا داخل الناسداك في هذه المنطقه بالضبط اللي انا كاين فيها. الا شفنا هنا شنو كيبان لنا؟ كتبان المنطقه ديال كونسوليديشن في هذه البلاصه. علاش غتسولني علاش؟ الا شفنا هنا الثمن شنو كيدير؟ كيضرب في هذه القمه، كيهبط لهذا القاع، كيعاود يطلع، كيعاود يهبط، كيطلع، كيهبط، كيطلع وكيهبط وكيطلع وعاوتاني يهبط هنا وعاود طلع. ما كاينش واحد الاتجاه في السوق اللي باين مزيان. الا شفنا من وراه اشنو كيجي اكسبانشن اللي هو هذه هي المنطقه. هنا عندنا واحد الاتجاه اللي باين مزيان. من وراه كاين الريفرسال. عندك هنا الريفرسال، عندك نقدر نديروه بشي لون اخر باش يبان لكم مزيان بالازرق مثلا. عندك واحد الريفرسال في هذه البلاصه. هنا عندك هذا اللي كيبان شويه مزيان. هادو كاملين الريفرسال اللي كيدير الثمن التصحيح ديالو. ولكن انت كسوينغ تريدر كتدخل من المرحله ديال الانتقال، يعني ملي السوق كيبدا يتحرك بوضوح في اتجاه ديال هاي تايم فريم. ماشي مثلا تدخل للساعه وتشوف هذه الحركه، لا كندخل مثلا 4 ساعات ولا الدايلي ولا الويكلي وتشوف هذه الحركه كاينه في السوق. ملي يبان لك الكونسوليديشن غادي بهذه الطريقه غتقلب على منطقه ديال الدخول ديالك في هذا البلايص. مثلا نقولوا مثلا هنا كاين واحد اوردر بلوك، فري فاليغاب، ريجكشن بلوك. المنطقه ديالك ديال الدخول اللي انت غتدخل منها غتحط مثلا التريد ديالك في هذه البلاصه. مثلا انا غندخل مثلا شورت. هنا شنو دار؟ هرس ستراكشر. بعد نكبر لكم هادشي على هذه الطريقه باش يبان لكم مزيان. اشنو دار الثمن في هذه المنطقه؟ هرس ستراكشر. هذه كونفيرماسيون ديال الدخول. شنا واحد الاوردر بلوك مثلا في هذه المنطقه، الثمن وصل لي وهنا هرس ستراكشر. وغتقول لي الدخله ديالك، الدخله اما تكون في هذه البلاصه مثلا ولا تكون هنا. الا هبطنا الساعه راه غادي يبان لك مزيان، وممكن الدخول ديالك يكون في هذه البلاصه ولا يكون هنا حتى تسالي كاع الشمعه عاد باش تدخل. ستوب لوز ديالك غتحطو مثلا في هذه المنطقه واحد 50 بيب بحال هكاك. و تيك بروفيت غنقلبوا على تيك بروفيت ديالنا. هنا عندك القاع اللي ممكن ديرو كهدف باش تاخذ الارباح ديالك. هنا عندك قاع ثاني باش ديرو كهدف باش تاخذ الارباح ديالك. وهادو كاملين قيعان اللي تقلب على الاهداف ديالك. مثلا قلبنا على 5 ار ولا 4 ار على هذه الطريقه. حاله حطيتي مثلا الاليرت ديالك في هذه البلاصه، مثلا انت باغي تدخل في هذه البلاصه والثمن صافي دارها الطلعه كامله وهبط بسرعه وما كانش عندك الوقت باش تدخل. اشنو غدير؟ كاينين مناطق اللي غتدخل منهم. الا شفنا هنا مثلا نقولوا مثلا هذا الويك تقدر تاخذ هذه المنطقه ديال الدخول ديالك. الثمن شنو دار؟ وصل، دار التصحيح ديالو وقدرتي تدخل. هنا مثلا الا شفنا راه كاين واحد فري فاليو صغيور
كيبان هنا باش نبدا الثمن وصل ليه وهبط. الا قلبنا هنا مثلا واش كاين شي حاجه ولا ما كاينش، هنا عندك واحد فاليو فاليدابل صغير حتى هو بزاف، حتى هو تقدر تاخذه كمنطقه ديال الكونفيرماسيون ديال الدخول ديالك وتدخل على هذه الطريقه. الا مثلا الثمن هبط بسرعه وفاتك، كنشوفوا مناطق ديال الكونفيرماسيون ديالنا فين الثمن كيرجع يدير التصحيح، وديك الساعه كناخذوا الدخله ديالنا. باغا نشوفوا الفريمات اللي غادي نخدموا بهم. اول واحد اللي غندخلوا ليه هو المونتلي، باش نعرفوا الاتجاه ديال الشهر اللي حنا كاينين فيه، واش بوليش ولا باريش. وعندنا الفريم ديال الويكلي اللي هو ديال السيمانه، حتى هو كنشوفوا الاتجاه ديالنا. الدايلي كنزيدوا ناخذوا الكونفيرماسيون ديال الاتجاه ديالنا. 4 ساعات حتى هي نفس الطريقه، والساعه كناخذوا الدخول ديالنا. في الدايلي و4 ساعات كنقلبوا على مناطق ديال الدخول، كنشوفوا مثلا المناطق اللي مهتمين بهم، مثلا اوردر بلوك، فيري فاليغا، بروجيكشن بلوك. هذوك المناطق كاملين كتقلب عليهم، كتحطهم في الشارت وكتسنى في الساعه الثمن حتى يوصل للمنطقه ديالك ديال الدخول، وديك الساعه باش كتدخل. باش تفهموني مزيان، الفريمات الكبار كيعطيونا الاتجاه العام، والفريمات الصغار بحال الساعه مثلا كتدخل منها بدقه. مثلا في الساعه كتدخل بالكونفيرماسيون ديالك، وعاد باش كتحط التريد ديالك وتسنى الثمن اللي خدمته. دابا ان شاء الله غنعرفوا المكونات ديال النظام ديال سوينغ تريدينغ باش يكون ناجح، باش نخرجوا واحد الاستراتيجيه اللي تكون كامله. اول حاجه اللي خاصك تعرف، خاص يكون عندك واحد النظام وتبقى غادي به. انا كيف تشوف عندنا واحد النقاط اللي خاصنا نمشيو معاهم. اول حاجه خاصك تشوف الاتجاه في هاي تايم فريم واش واضح ولا لا. نمشيو للدايلي، في المونثلي، ويكلي، هادو كاملين كتدخلوا باش تشوف الاتجاه ديالك. ثاني حاجه كنمشيو نشوفوا اوردر فلو يكون مضبوط. في ويكلي، في الدايلي، اوردر فلو هو غنحطو مثلا كوارتر شيفت، راه كنت درت عليه فيديو، وكتشوف 4 شهور اللي فات واش كانت باريش ولا بوليش، وكتشوف 4 شهور اللي جايه كيفاش غادي تكون، واش غادي تبدل الاتجاه ولا غادي يبقى في نفس الاتجاه اللي هو كاين فيه. والنقطه الثالثه ديالنا هي نشوفوا المناطق ديال الدخول ديالنا، بريكر، فيري فاليغاب، اوردر بلوك. كنقلبوا على ديك المناطق في هاي تايم فريم. ورابع نقطه كنشوفوا الموسميه، واش هذاك الشهر اللي انت غدير فيه التداول واش باريش ولا بوليش. قبل ما نشوفوا الشارت ضروري خاصنا نشوفوا شنو كاين برا ديال الشارت، نجبدوا منه الاتجاه، نعرفوا الاتجاه ديالنا. عاد باش هذيك الساعه كتدخل للشارت، الا كان عز لك ترسام وتشوف مثلا المناطق وتقلبي على منطقه هذه واش بوليش ولا هذه واش اوردر بلوك، هذاك الشيء تتخليه هو الاخر. الاولاني كنشوفوا الحوايج اللي ضروري خاصك تعرف، نشوفوا شنو طاري برا ديال الشارت، واش حنا بوليش ولا باريش. وخامس نقطه كنشوفوا انتر ماركت اناليسيس، كنشوفوا العلاقه بين الاسواق. راه درت عليه فيديو، دخل وشوف الشرح ديالو. وسادس نقطه كنشوفوا السي او تي والاوبن انترست، واش حنا بوليش ولا باريش، واش كاينين في بريميوم ولا ديسكونت، باش تفهموني مزيان. هاد ثلاثه الحوايج اللي عندنا هنا ضروري خاصكم تعرفوهم وضروري تخدموا بهم. علاش؟ كنشوفوا شنو طاري برا الشارت قبل ما تبدا الرسم ديالك وتشوف المناطق اللي مهمين. كنشوفوا شنو طاري مثلا في الموسميه، انتر ماركت اناليسيس، العلاقه بين الاسواق، وكنشوفوا السي او تي والاوبن انترست. وعندنا سابع نقطه هي اس ام تي، كناخذوا بها التاكيد. والنقطه الثانيه ديالنا هي نشوفوا برايس اكشن واش مضبوط ولا لا. والنقطة التاسعة يكون ستوب لوس ديالنا محسوب على حسب الA دي ار. والنقطة الأخيرة هي نقلب على واحد الريسك ريورد مثلا ديال 3 ار على الأقل. خاص كل خطوة تكون محسوبة وكل صفقة عندها هدف واضح. دابا ان شاء الله غنعرفوا المكونات ديال النظام ديال سوينغ تريدينغ باش يكون ناجح، باش نخرجوا واحد الاستراتيجيه اللي تكون كامله. اول حاجه اللي خاصك تعرف، خاص يكون عندك واحد النظام وتبقى غادي به. انا كيف تشوف عندنا واحد النقاط اللي خاصنا نمشيو معاهم. اول حاجه خاصك تشوف الاتجاه في هاي تايم فريم واش واضح ولا لا. نمشيو للدايلي، في المونثلي، ويكلي، هادو كاملين كتدخلوا باش تشوف الاتجاه ديالك. ثاني حاجه كنمشيو نشوفوا اوردر فلو يكون مضبوط. في ويكلي، في الدايلي، اوردر فلو هو غنحطو مثلا كوارتر شيفت، راه كنت درت عليه فيديو، وكتشوف 4 شهور اللي فات واش كانت باريش ولا بوليش، وكتشوف 4 شهور اللي جايه كيفاش غادي تكون، واش غادي تبدل الاتجاه ولا غادي يبقى في نفس الاتجاه اللي هو كاين فيه. والنقطه الثالثه ديالنا هي نشوفوا المناطق ديال الدخول ديالنا،
بريكر، فاليو فالي جاب، اوردر بلوك. كنقلبوا على ديك المناطق في هاي تايم فريم. ورابع نقطه كنشوفوا الموسميه، واش هذاك الشهر اللي انت غدير فيه التداول واش بيريش ولا بوليش. قبل ما نشوفوا الشارت ضروري خاصنا نشوفوا شنو كاين برا ديال الشارت، نجبدوا منه الاتجاه، نعرفوا الاتجاه ديالنا. عاد باش هذيك الساعه كتدخل للشارت الا كان عز لك طرسام وتشوف مثلا مناطق وتقلبي على منطقه هذه واش بوليش ولا هذه واش اوردر بلوك، هذاك الشيء تتخليه هو الاخر. الاولاني كنشوفوا الحوايج اللي ضروري خاصك تعرف، نشوفوا شنو طاري برا ديال الشارت، واش حنا بوليش ولا بيريش. وخامس نقطه كنشوفوا انتر ماركت اناليسيس، كنشوفوا العلاقه بين الاسواق. ردت عليه فيديو، دخل وشوف الشرح ديالو. وسادس نقطه كنشوفوا السي او تي والاوبن انترست، واش حنا بوليش ولا بيريش، واش كاينين في بريميوم ولا ديسكونت، باش تفهموني مزيان. هاد ثلاثه الحوايج اللي عندنا هنا ضروري خاصكم تعرفوهم وضروري تخدموا بهم. علاش؟ كنشوفوا شنو طاري برا الشارت قبل ما تبدا الرسم ديالك وتشوف المناطق اللي مهمين. كنشوفوا شنو طاري مثلا في الموسميه، انتر ماركت اناليسيس، العلاقه بين الاسواق، وكنشوفوا السي او تي والاوبن انترست. وعندنا سابع نقطه اللي هي اس ام تي، كناخذوا بها التاكيد. والنقطه الثامنه ديالنا هي نشوفوا برايس اكشن واش مضبوط ولا لا. والنقطة التاسعة يكون ستوب لوس ديالنا محسوب على حسب الA دي ار. والنقطة الأخيرة هي نقلب على واحد الريسك ريورد مثلا ديال 3 ار على الأقل. خاص كل خطوة تكون محسوبة وكل صفقة عندها هدف واضح. دابا إن شاء الله غنشوفوا القواعد اللي خاصك تعرفهم قبل ما تدخل التريد ديالك سوينغ. أول حاجة خاصك تعرف هي يكون ستوب لوس ديالك مضبوط وما تبقاش تغيروا كل دقيقه. مثلا ندير لكم واحد المثال بالزربه باش تفهموا. الثمن داير على هذه الطريقه، ونقولوا انت دخلتي في هذه البلاصه، هنا درتي تريد ديالك شورت هنا في هذه البلاصه، ستوب لوس درنا هنا، والثمن تحرك في هذه البلاصه. مثلا نقولوا هنا اش دار لينا هنا هرس ستراكشر، عاد باش دخلتي اوكي حتى هنا كلشي مزيان، دخلتي والثمن كمل الخدمه ديالو، بقى غادي داير هكا وغادي. انت مثلا ملي غيكون الثمن وصل لواحد ار ولا 2 ار مثلا، وصل لهاد المنطقه في هاد البلاصه بالضبط، هنا اش غدير؟ هنا ممكن تبدل ستوب لوس ديالك وديرو في بريك ايفن. بريك ايفن شنو كيعني؟ كنهبطوا ستوب لوس ديالنا في المنطقه ديال الدخول، هذا هو بريك ايفن. هذه في حالات الثمن وصل ل 2 ار وخديتي واحد 30% من الارباح ديالك، عاد باش كتبدل ستوب لوس بريك ايفن. الا مثلا الثمن دار هكا وزاد هبط، بقى غادي على هذه الطريقه وهابط، ممكن ستوب لوس ديالك في بلاصه ما تهبطوا البريك ايفن تاخذ ارباح ديالك في هذه البلايص، تاخذ واحد 40% 50% وتهبط ستوب لوس ديالك لهذه البلاصه. في حالات تضرب ستوب لوس راه غتكون رابح، وفي حالات بقى غادي راه غادي تاخذ البروفيت ديالك. ننصح لكم هذا الشيء باش ما تخربقوش ونكملوا. وثاني حاجه هي تسجل الصفقات ديالك في الجورنال. كل صفقه درتيها سجل، سواء مشات تيك بروفيت ولا ستوب لوس. غتكتب النهار اللي دخلتي، علاش دخلتي، واش دخلتي باي ولا سيل، هذاك الشيء كامل غادي تكتبوا. راه كاين فيديو اللي حطيت لكم كيفاش ديروا الجورنال. وثالث حاجه اللي خاصك تعرف هي ما تدخلش بلا كونفيرماسيون، بلا تاكيد ما كندخلوش. ديما تسنى واحد الكسر ديال ستراكشر ولا فاليو فالي ولا اوردر بلوك في تايم فريم اللي صغيره. ورابع نقطه اللي هي حافظ على 30% من راس المال ديالك ولا اكثر من راس المال ديالنا. واخر حاجه هي خدم بخطه واحده، ما تبقاش تبدل كل شويه. مثلا تقول لي خديتي واحد استراتيجي تعلمتيها ودرت عليها الباك تيست وعطاتك واحد الريسك ريورد اللي مزيان، ونفترضوا تضرب لك ستوب لوس ديالك 2 مرات ولا 3 متابعه، وغادي غتقول باللي هاد الاستراتيجي ما خدامه صافي خصني نبدل كل شيء. لا، انت ملي كتكون تدير الباك تيست ديالك راه كتعرف كاينين مواسم اللي ممكن تضرب ستوب لوس على 4 مرات متابعين ولا 3 مرات متابعين. انت الهدف ديالك هو يكون عندك واحد الريسك اللي مضبوط. سوينغ تريدينغ ماشي حظ، هو نظام وانضباط وصبر. كتدخل بثقه، كتخدم بعقل، ماشي ضروري تخدم بزاف ولكن ضروري تخدم سمارت. صفقه واحده في السيمانه تقدر تبدل لك خدمه ديال شهور فير الا كانت مبنيه على خطه وتعرف اشنو كدير. دير لايك وشارك في القناه الا كنتي ما مشاركش، ونتلاقاو في الجزء الثاني اللي فيه استراتيجيه كامله خطوه خطوه اللي غنشوف فيها سوينغ تريدينغ. السلام عليكم، وما تنساش تريدينغ راه سيريوس ماشي كليك بايت.